الفترة الأخيرة في دومين الذكاء الاصطناعي صارت استثمارات غريبة وكبيرة بشكل ما يتصدقش. أهمهم إنه انفيديا استثمرت تقريبا 100 مليار دولار في اوبن اي اللي ما عندهاش فلوس باش تشتري كمية الكارت جرافيك اللي حاجتها بها، فقررت إنه انفيديا تعطيها 100 مليار دولار باش كاستثمار باش هي تشتري يعني وحدات المعالجة الخارقة بتاع انفيديا. واللي يقال انه اول هدف من الاستثمار هذا انه بمنتصف 2027 اوبن اي توصل الى قوة معالجة اللي هي 10 جيجا وات. تونس تستهلك 17.5 جيجا وات، هذا في 2023. فتخيل انت شركة واحدة تقريبا تستهلك ما يستهلكوا بلاد كاملة من الكهرباء. والكمبيوت باور هذه او قوة المعالجة او قوة المعالجة هذه كبيرة برشا لدرجة انه اوبن اي تقول بوصلنا للمرحلة هذه ممكن يكون عندنا السوبر انتليجنس او الارتفيشال جنرال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي الخارق. وهذه كمية طاقة غير طبيعية، 10 جيجا وات تقريبا اكثر من استهلاك 30% من دول العالم. يا جماعة جدين اكثر من لازم فيما يخص الذكاء الاصطناعي، وتقريبا ناويين انه يستبدلوا النظام العالمي بالكامل. هو اللي powered by AI.